السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا صلي رب فيديو على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. النهارده انا جيت افتح الفقاسة، يا ريت بس الكل يسمي بالله كده ويصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جيت انا جايبه امبارح حاطه 35 بيضه، فجمعت 10 بيضات وانا بفطر الفراخ، فقلت احطهم بقى يبقوا 45 بيضه على بعض، يطلعوا على بعضهم، وبعد كده هلم البيضه احطه في التلاجة. جيت افتح الفقاسه انحصرت وانصدمت صدمه عمري. انا لقيت درجه الحراره 37.3 مش عاليه. بس انا امبارح جيت اقلب البيض، يعني انا جيت افتح الفقاسه لقيت مصيبه كبيره. حتى البط اللي كان طالع لقيته كله بالمنظر ده. اعزكم الله بقى من منظر الجرد عشان مطرح الزباله. جيت افتح الفقاسه، درجه حراره البيض ما تنطقش، بيلسع. انا امبارح وانا بقلب البيض سلك السخان اتنطر مني على الباب، ما جاش في بالي ونسيت خالص ان انا ادخله جوه، لان سلك السخان ده لازما يكون نازل قدام الرفوف كده، لا يكون راكن على رف ولا يكون بره الفقاسه. انا نسيته بره الفقاسه من تعب يا جماعه ومن قرفي ومن اللي انا فيه. والله العظيم ربنا الاعلى واعلم بحالي ودنيتي، انا ماشيه ازاي وبتعامل ازاي مع طيوري، وبعد الكارثه اللي حصلت في طيوري والله العظيم انا ماشيه ربنا اللي عالم بيا. يعني انا ماشيه بعلف وبهتم بطيري غصب عني، مانيش قادره اجي النهارده على الكارثه دي. دي بيض برهمه، دي بيض مسكوفي، ده بيض مسكوفي اهو. كل ده كان فيه بذره، كل ده فيه بذره، انا فرزاه فيه بذره. بيض هندي وبزراميط، قدر الله ما شاء فعل اهو. الكميات دي كلها قليل خالص، لو لقيتوا حد يعني مفيش الا هم 3 انفار بس، 3 افراد بس اللي لهم عندي بيض. بيض بط وبيض فراخ. ده نص البيض ده هندي وبرهمه بتاعي، ونصه بيض لجماعه تانيين، واحده كانت جايبه 40 بيضه مش عارفه اقول لها ايه. ده بيض خليط برضو بتاع ناس تانية. يعني اقل بيضه عندي يا جماعه 20 جنيه، 20 40 75، ده اسعار البيض المحطوط عندي. فالحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. كل ده باظ، ده بيض ناس تانية برضو، كل ده باظ. حتى اللي انا حاطاه امبارح باظ، شايفين حضراتكم كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني ما عادش عندنا بيض في الفقاسه. ده اللي انا حاطاه امبارح، حتى اللي انا حاطاه امبارح اهو باظ. شايفين حضراتكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قدر الله وما شاء فعل. نحمد ربنا على كل حال. بس حقيقي انا مش قادره الاحق على الكوارث اللي بتحصل معايا، حقيقي والله ما قادره الاحق. يعني حتى الصحه ما عادش صحه، انا مش قادره اتعامل مع طيور ولا قادره اتعامل في بيتي. انا ايديا دي بتيجي على اخر اليوم مانيش قادره لا اطبقها ولا افردها، ما عادش فيها اعصاب تماما. فانا ليه اعاده كشف بكره، ما اعرفش، الله اعلى واعلم انا هعمل تسليك ولا تبقى دنيتي فيها ايه. بس انا جيت افتح الفقاسه لقيت المنظر الصعب ده. قلت يمكن العمل بسيط، ولما افصل الفقاسه شويه وافتحها شويه الدنيا تبقى تمام. فرست البيض لقيته كله باظ، كله مات. حتى اللي محطوط امبارح ما عادش له لازمه، ما عادش ينفع، لان هو دلوقتي بيتجمد، اتسلق كانه محطوط على البوتاجاز واتسلق، فما عادش ليه 30 لازمه. كل اللي في الفقاسه الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. انا ليا في الفقاسه اكتر من 500 بيضه، عباره عن بيض هند وبيض بزراميط وبرهمه، خلاف بيض البط. فالحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. يمكن كانوا شر عليا وربنا ما ردهمش ليا. فالحمد لله. انا ما اقولكوش دلوقتي انا عندي صداع قد ايه والدنيا بايظه معايا، حاسه ان انا مش شايفه تحت رجلي اصلا. فالحمد لله، ربنا يفادي لي الطور اللي عندي. انا هفصلها بقى واعقمها واظبطها وارجع ابدا معاكم من جديد تاني ان شاء الله. لازما ان انا اجربها بكره ان شاء الله كده، البيض اللي هيجيلي على اللي جالي النهارده، وارجع اجرب الفقاسه تاني. فالحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، وربنا يسترها معانا جميعا يا جماعه. والله العظيم ادعوا لي كلكم ان العين اللي راشقه في حاجتي وفي بيتي وفي ولادي وفي دنيتي كلها تبعد عني، لان فعلا حقيقي والله العظيم انا حتى ولادي زي اللي راكبهم عفريت، مش عارفه فيهم فجاه كده تلاقيهم زي اللي بيقطعوا ببعض، مش عارفه. على طول مشاكل في البيت وقرف في البيت، مش عارفه في ايه. الطيور عندي بتقطع بعضها، الطيور عندي واكله بعضها. فلا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا جماعه؟ والله العظيم انا ما عندي ازيد من حد ولا احسن من حد. انا كرهت الدنيا وما عليها بالطريقه دي كده، والله العظيم انا كرهت الدنيا وما عليها بالطريقه اللي بتحصل معايا كل يوم دي كده. ما كانش بيحصل معايا كده. في ايه اللي حصل؟ في ايه اللي جرى؟ انا مش عارفه. في ايه بالظبط؟ انا مش عارفه.
يعني المنظر ده اهو يرضي مين؟ يرضي مين يا جماعه؟ اي نعم انا اللي غلطانه، بس والله العظيم سوها عليا، حقيقي سوها عليا. اول مره تحصل معايا ان انا انسى سلك السخان بره. وبعدين كان حصل الموضوع ده مع واحده انا اعرفها، وانا نصحتها ان هي تسيب سلك السخان نازل كده. يعني انا عندي خلفيه ان سلك السخان لو طلع بره الفقاسه هيحصل فيه كده، بس دي يا جماعه هو لازما ان انا يحصل عندي سهو وانسى، عشان انا ماليش نصيب فيهم. كل اللي تجيب لي بيضه تقول لي ايه خدي بالك منها، خدي بالك منها. اخد بالي منها انا اقعد في قلب الفقاسه مع البيض؟ انا خسرانه اكتر من اي حد النهارده. فالحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. انا والله العظيم اتخنقت وتعبت من اللي بيحصل معايا كل يوم. ما عدتش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. الفقاسه نفسها جسمها من بره ايد نار، فاستحاله ان انا اشغلها اصلا النهارده. انا فصلتها من الاوتوماتيك بتاعها، من الزرار بتاعها من هنا. استحاله ان انا اشغلها النهارده خالص. فكل البيض اللي فيها ان شاء الله يطلع على الجردل اللي يترمى في البحر. فالحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. نحمد ربنا على كل حال. انا عايزه اجيب بس بيضه مال جديد اكسرها كده على ورقه ولا على حاجه، اشوفها يمكن لعل وعسى ان ده ما يكونش حصل فيه حاجه. هو فين بقى؟ هو ما عدتش عارفه. هو على ما اعتقد ده، هو ده الجديد على ما اعتقد يعني. هو هجيب اي بيضه كده اكسرها واشوف. البيض سخن نار. هوريكم كل البيض اللي موجود. نكسر دي كده. دي اللي محطوط امبارح لسه. شايفين عامل ازاي؟ عادش ينفع لاي حاجه. دي اللي محطوط امبارح. هوريكم بقى الايه التاني اللي كانت البذره شغاله فيه، والمفروض ان البطين دول يطلعوا النهارده بتبط اهو. شايفين؟ اعزكم الله من المنظر اهو. هوريكم اللي بعد منه. شايفين عملت ازاي اهي؟ كله مات، كله مات. شايفين اتجمدت ازاي اهي؟ خلاص كله بالمنظر ده. حتى البراهمه اهي. كله شايفين بالمنظر ده. كل البيض اللي فيها بالمنظر ده اعزكم الله. بس انا حابه اوريكم بس عشان الناس ما تقولش ان انا بمثل عليها. اهو كله بقى بالطريقه دي كده. يعني البيض اللي محطوط امبارح ما عادش ينفع للانسلق للطيور. هو اللي محطوط امبارح ده اللي اقدر استنفع بيه للطيور. فكل البيض بقى بالمنظر ده. فكله هيطلع على الجردل بقى خلاص يترمى. فهقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. كل البيض هيطلع يترمى في الجردل، وبيض الاهالي هسيبه لحد ما اسلمه ليهم، عشان بس الناس تقتنع وتصدق ان هو حصل كده. فالحمد لله والشكر لله. ادعوا لي ان ربنا يفك كربي ويطلعني من الخنقه اللي انا فيها ديت، ويبعد العين الصعبه دي عني وعن بيتي وعن حياتي وعن طيوري وعن ولادي وعن كل حاجه ليا. ربنا يكفينا شر اللي عندي يا رب، ويكفينا شر الناس المؤذيه. الحمد والشكر لك يا رب. الف حمد والشكر لك يا رب.